يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن العبد في هذه الدنيا، وكل مصل الآن يسمع إلي، لا بد له في هذه الدنيا من حاجة، من أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، يحتاج فيها إلى ربه جل وعلا. إما مرض ألم به، أو مصيبة حلت به، أو ضيق في الرزق والمال، أو يحتاج ربه في صلاح أبنائه وأهله، أو ربما حاجة أخرى من حوائج الدنيا. ما من عبد إلا وهو فقير. فقير إلى من؟ إلى خالقه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء. ليس في الأرض إنسان إلا وهو فقير إلى ربه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغنى الحقيقي هو لله جل وعلا. والله لو كان الإنسان يملك ملايين وعافاه الله في بدنه إلا وتجده مفتقرا محتاجا إلى ربه جل وعلا. لكن من يلجأ إلى الله؟
من عنده اليقين أن الله عز وجل بيده كل شيء، من عنده يقين أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن البلاء مهما اشتد فسيكشفه الله جل وعلا ولو بعد حين. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن ظننت بربك خيرا أعطاك الله خيرا. هذا نوح عليه السلام ضاقت به الدنيا 950 عاما يدعو إلى الله ولم يؤمن به إلا القليل. سخروا به، استهزأوا عليه، سبوه وشتموه، بل هددوه عليه السلام، فرفع يديه إلى خالقه جل وعلا فدعا ربه أني مغلوب، ما عندي وسيلة، نفدت كل وسائلي. يئس نوح من الخلق لكنه ما يئس من رب الخلق. إني مغلوب فانتصر، فإذا السماء تتحرك بإذن الله جل وعلا لنوح عليه السلام، وإذا الأرض تتفجر بإذن الله جل وعلا استجابة لمن؟ لنوح عليه السلام. نوح إنسان، لكن الفرق بينه وبين غيره أن التقوى، علاقته بربه جل وعلا. لما صلح ما بينه وبين الله استجاب الله لنوح. هذا إبراهيم عليه السلام لما ضاقت به الدنيا ماذا قال؟ حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. البشر لا أريد منهم شيئا، لن أطلب من البشر أمرا، أنا أطلب من رب البشر. قال حسبي الله ونعم الوكيل. عرض عليه جبريل المساعدة وهو سيد الملائكة وهو القوي الأمين، عرض عليه المساعدة قال أما إليك فلا، لا أحتاج، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءه الفرج. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عندك اليقين؟ عندك حسن التوكل على الله؟ عندك الثقة بالله جل وعلا؟ هل أحسنت الظن بخالقك؟ هل علمت الحكمة من هذا البلاء؟ يا شيخ أنا عندي 5 أولاد ابتلاهم الله بالأمراض جميعا. يحدثني أحد الأخوة قبل أقل من أسبوع، الأول فيه كذا والثاني كذا، وكل مرض أصعب من الآخر، وقد لا يجد له العلاج في الدنيا إلا إذا شاء ربك. ثم فوق هذا كله عليه ديون تراكمت، وهو شيخ كبير بالعمر لا يملك من الدنيا شيئا. لكن ما أحلى كلامه الذي قاله لي، قال أنا أحسن الظن بالله جل وعلا أنه ما ابتلاني إلا لأنه يحبني، وأنه سيفرج علي إن عاجلا أو آجلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شقيق البلخي، سمعت بهذا الاسم؟ أظن ما من طالب علم إلا ومر على هذا الاسم، وما من زاهد إلا ويعرفه، وما من قارئ إلا وسمع به. هذا الرجل الصالح العابد الزاهد عرف في التاريخ أنه من أزهد الناس. جاءته زوجته يوما فقالت يا شقيق أتعلم ماذا حل بأولادك؟ نحن نعيش في بلاء، لا طعام ولا لباس، أبناؤك جوعى لا يجدون ما يسدون به جوعهم. فضاقت الدنيا بشقيق، وجلس مهموما طوال الليل، ثم تذكر صاحبا له، صاحب عنده خير
وكان يقسم عليه فيقول: يا شقيق، أقسم عليك لما احتجت شيئا من أمر الدنيا إلا جئت إلي. أقسم عليك بالله إذا احتجت أي أمر من أمور الدنيا أن تأتي إلي. يقول شقيق: فتذكرته فخرجت من البيت قاصدا إياه. يقول: في الطريق مررت بمسجد وأنا في طريقي إلى صاحبي، فقلت في نفسي وقد تذكرت حديثا أنه من نزلت به حاجة فليركع ركعتين لله ثم يسأل الله حاجته. يقول: فدخلت المسجد فصليت ركعتين قبل أن أذهب لصاحبي ودعوت الله جل وعلا من قلبي. يقول: ثم غلبني النوم. يقول: ونزل علي النعاس فنمت. يقول: فرأيت في المنام رجلا يأتي إلي فيقول: يا شقيق، تذكر الناس بالله وتنساه وقت حاجتك؟ أنت الذي تذكر الناس ارجعوا إلى الله، ووقت الحاجة نسيت ربك. يقول: ففزعت من نومي وعلمت أن الله أرسله إلي، فلم أذهب لصاحبي واكتفيت بالركعتين ورجعت إلى بيتي وأولادي. يقول: والله ما إن وصلت إلى البيت فإذا صاحبي قد سبقني وجاء لزوجتي وأولادي بالطعام بغير أن أسأله. والله ما سألته، والله ما سألته ولا زرته ولا كلمته، لكنني وجهت حاجتي لله فكفاني الله عز وجل. ومن يتوكل على الله، أيها الداعي إلى الله توكل على الله فالهداية عند الله. يا صاحب العمل وطالب الرزق توكل على الله فالرزق عند الله. يا من تذهب إلى الأطباء من مستشفى إلى آخر تبحث عن العلاج لنفسك أو لأولادك توكل على الله فإن الشافي الله. يا من يطلب أمرا من أمور الدنيا ابذل الأسباب نعم، لكن لا تتوكل إلا على الله ولا يتعلق القلب إلا بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول أحد السلف: كنت مارا في طريق بالحجاز وانقطعت بي الطريق، فمررت بمفازة وإذا قوم أصابهم العطش، لم ينزل المطر وجفت الأرض وأصاب الناس العطش. يقول: فرأيت رجلا جمالا يحمل ماء يبيعه للناس بدنانير باهظة، استغل الفرصة ويطلب دنانير والناس فقراء، لأجل شربة ماء يطلب الدنانير. يقول: فرأيت رجلا في وجهه علامات الصلاح والزهد، وكان يحمل على ظهره كيسا من دقيق وما يفعل الدقيق وقت العطش. فقال لي: اشفع لي عند صاحب الماء فليعطنا شيئا من الماء بهذا الدقيق. يقول: فذهبت إلى صاحب الماء وقلت له: ما رأيك أن تستبدل الماء بهذا الدقيق؟ قال: لا والله لن تحصلوا على شيء من الماء إلا بدنانير. يقول: فرجعت إلى الصالح الرجل التقي فقال لي: سله مرة أخرى وإلا مات الناس. يقول: فذهبت أسأله فأبى. يقول: فجئت للرجل الصالح فعلاه الهم وازداد به الكرب. يقول: فوضع النطع الجلد على الأرض ثم نثر الدقيق عليه. يقول: نظرت إليه ثم نظر ورفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هذا الدقيق دقيقك والعبد عبدك والناس فقراء إليك. يقول: وأنا أنظر إليه ثم قال: أقسمت عليك يا الله أن تسقينا، أقسمت عليك يا الله أن تسقينا.
يقول وأنا أنظر إليه ويلح بالدعاء، يقول وليس في السماء قطعة من غيم، يقول فإذا الغيم يتجمع من كل مكان، الغيم يتجمع في كل مكان حتى توسط السماء ونزل المطر فسقى الله الناس جميعا بدعاء من؟ بدعاء رجل صالح. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب. رب أشحذ أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، من رآه احتقره، من نظر إليه قال من هذا؟ ربما لا يستقبله الناس في المجالس، ربما إذا سلم ما ردوا عليه السلام، ربما إذا مر عليهم اشمأزوا منه ومن رائحته. رجل فقير مسكين لو أقسم على الله لأبره الله جل وعلا، لأنه عبد من عباد الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اسأل الله وانتظر الإجابة من الله جل وعلا، فإن النصر مع الصبر والفرج يأتي بعد الكرب، ومهما طال الليل فإن الفجر قادم، أليس الصبح بقريب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قد يظن العبد أحيانا أنه أيس، بل حتى الدعاة إلى الله جل وعلا أحيانا يأتيهم خاطر ووسواس شيطاني أن لا فائدة، وأن الناس ضلت، وأن الدين ذهب، وأن الفسق والفجور انتشر ولن يهتدي الناس. ولهذا أخبر الله عز وجل في القرآن لنا قصة ذنون، ذلك الرجل الصالح والنبي التقي الذي دعا قومه سنوات فما استجابوا له، ولم يؤمن رجل واحد، فلما خرج من قومه هداهم الله عز وجل جميعا. فأخبر الله نبينا فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. اصبر قد لا يهتدي الناس اليوم، وقد تضعف الأمة كثيرا، وقد تضرب الأمة في بلاد شتى، وقد تسفك فيها الدماء، وقد يهان فيها الرموز، وقد يحرق فيها المصاحف، وقد يفعل في هذه الأمة ما يفعل. لكن اصبر، لأن الناس إذا يئسوا من الناس لا ييأسون من رب الناس جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لما فقد الرسل الأمل بالناس جاءهم النصر من رب الناس، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تقول إحدى الداعيات انظروا إلى بعض الناس الذين ينزل الله فيهم البلاء فلا يصبرون ولا يتحملون، وما يعلم أحيانا أن الله يختبره بطول البلاء أيصبر أو لا يصبر، لأن الفرج قادم لا محالة. تقول إحدى الداعيات في إحدى المجالس ألم بالأمة حاجة فدعوت النساء للصدقات، فقامت كل امرأة تخرج ما في جيبها من أموال، حتى جاءتني امرأة تبكي فنزعت عقدا لها فيه فصوص وقالت للداعية، قالت والله لا أملك غيره، خذيه صدقة مني لله جل وعلا وكان غالي الثمن. قالت لها يا فلانة ما عندك أموال غيرها؟ قالت والله ليس عندي أموال، لا أملك إلا هذا العقد أتبرع به لله. تقول الداعية أخذت العقد وذهبت به إلى محل للمجوهرات لأبيعه وأخذ الثمن للفقراء والمساكين،
تقول: فإذا به ينزع الفصوص من العقد ليزنه ويقدر ثمنه. تقول: وهو ينزع الفصوص رأى داخل فص من الفصوص ورقة، فتح الورقة فإذا في الورقة طلاسم، سحر، والمرأة لا تدري أنها تحمل سحرا في عقدها. تقول الداعية: علمت من الورقة وما فيها أنه سحر لهذه المرأة للتفريق بينها وبين زوجها. تقول: فأخذت الورقة وفككت السحر بإذن الله وقرأت عليه آيات من القرآن وأتلفته. تقول: وبعد أيام رأيت المرأة في مجلس ذكر آخر، فجلست بيني وبينها أحدثها عما رأيت في عقدها، فانفجرت باكية. قلت: ولم تبكين؟ ما الذي جرى؟ قالت: منذ أكثر من 10 سنين زوجي لم يقترب مني مرة واحدة، كلما أراد أن يقترب مني صرف عني، لا يدري لمن ولا أدري لمن. تقول: وقبل بضعة أيام أول مرة يأتي إلي منذ أكثر من 10 سنين، لم أكن أدري ما الذي حدث ولم أعلم بهذا السحر إلا لما أخبرتني به. نجاها الله بصدقة تصدقت بها. صدقات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكم من تقي فرج الله همه، وكم من صدقة نفس الله عن صاحبها، بل كم من مريض داواه الله بالصدقات. وداووا مرضاكم بالصدقة. الجأ إلى ربك جل وعلا، واعلم أن الدنيا لها حوادث، لكن ما لحوادث الدنيا بقاء. قال الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. هذه الأيام دول، قد يضرك اليوم بعض أيامها، لكن ستسرك يوما من الأيام. ولن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لهذه الأمة شبابها، اللهم أصلح في هذه الأمة شبابها. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا. أقول هذا القول وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا، ساووا الصف، سد الفرج، اعتدلوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام